السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. فيديو النهاردة لو اول مرة تشوفوني متنسوش بقى تعملوا لايك كده جميل واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهاردة بقى هنتكلم على مدام هناء. مدام هناء عاملة قلبان، يعني بصوا برضو ماشيين بمنطق ان احنا نسيب الاصل ونيجي للفرع. اللي هو نعمل ايه؟ نبقى سايبين ان ياسمين عندها حالة وفاة، وياسمين تعبانة، وياسمين الله يعينها يا رب على حالة وفاة بنتها ويصبر قلبها ويكرمها يا رب العالمين، ان هي تكون سند ليها هي وابوها في الجنة يا رب، امين 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 يا رب. تمام. وطلعت هناء امبارح عملت فيديو قالت البقاء لله في ياسمين في بنتها، ولكن في قنوات نقد قالت العنوان اللي كانت كاتباه مغتربة على الفيديو كان يثير الجدل على بنتها. فطبعا يا جماعة يعني اللي هو بنتها ياسمين، فناس قالوا ايه ده، تلاقيها كانت كاتبة العنوان عشان تشد الناس في ان هي تقول ان بنتها لا قدر الله في حاجة. طب ما احنا كلنا عارفين ان ياسمين لحد دلوقتي لسه ما ربنا ما كرمهاش بحمل ولا حاجة، ومفهوم قوي ان ياسمين مين، لان هي حطت صورة ياسمين. ده برضو الحاجة اللي انا زي ما بنتكلم ونعدل على اليوتيوبرز، برضو قنوات النقد دي يوتيوبرز برضو، فلازم ان احنا نصحيكوا كده ونفوقكوا ونقول لكم مش اي هري نتكلم فيه وخلاص. كل اللي احنا بنقوله ان هي الست طلعت وبتقول البقاء لله في وفاة بنت ياسمين، وواضح قوي من الصورة المصغرة انها تقصد مين؟ انها تقصد ياسمين جاد او ياسمين اخت صدفة. فطلعت واتكلمت وقالت فيديو مش عارف ايه وخلاص. واحنا طبعا انا علقت على الحتة ديت في ان انتي يا مدام هناء المفروض ما كنتيش تطلعي تقولي ان ابني اترمى في الزبالة. قالت لك ده ابني اترمى في الزبالة والدكتور رماه في الزبالة، ازاي يا ست الناس؟ قالت لك ده ايه ده الدكتور بيقول لي اصلا انا لقيت ان انتوا مش هتقدروا على مصاريف الحضانة فانا رميت الولد في الزبالة. فطبعا ناس كتير قوي انتقدت الكلام ده، وبجد يعني عندهم حق بصراحة ان الموضوع ما يوصلش لرمي الزبالة ده خالص. مفيش دكتور في الدنيا، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده، مفيش دكتور في الدنيا يقول ان انتوا مش قادرين على الفلوس فانا هرميهولكوا في الزبالة بقى. ما بينفعش طبعا. وانتقدنا هناء في الحته دي قوي، ان انت هناء المفروض ما كنتيش تقولي كلمه زي دي، ان الدكتور رمى ابني في الزباله ومش عايز وقال لي عشان انتوا مش قادرين على الفلوس. ده اللي احنا انتقدناه. وطبعا يعني اتكلمنا في حته ان انت كده عايزه تركبي الترند وخلاص، والقنوات قالت كده. تسكت بقى هناء يا جماعه؟ لا طبعا. هناء تروح قايمه وعامله فيديو وهي بتتغدى، اللي هي ما لحقتش تدي لنفسها فرصه حتى انها تنام شويه، لانها كانت بتقول ما نامتش. وقالت انا الحكايه ان هم بيقولوا ان وفاء ان انا بركب الترند وان انا بعمل الترند وان انا بخلي الترند، ولكن انا بقى هعمل قناه نقد. فانا هعمل قناه نقد وهقول اللي عندي وهقول مش عارف ايه. ماشي يا ستي اعملي قناة نقد، محدش هيقدر يقولك تلت التلاتة كام. فماشي يا ستي افتحي قناة نقد، ولكن ما تشتميش قنوات النقد. دخلت شتمت قنوات النقد، القنوات القذرة، قنوات الزبالة اللي لحم كتافهم من خيري. لا، هم لحم كتافهم مش من خيرك يا هناء. هم ممكن في بعض القنوات الا ما رحم ربي، في بعض القنوات بتاعه النقد المحترمه اللي هي بتعمل فيديوهات علشان خاطر تاكل فعلا عيش وكل حاجه، ولكن هم مش قصدهم. يعني في قنوات بتشتم فيها بصراحه، بشوف قنوات بتشتم فيها عمال على بطال، وفي قنوات بتقول الحق، بتنصحك بلاش تعملي كذا، بلاش تخلي كذا، خليكي عاقله يا هناء، ما تحاوليش انك انتي تخسري الناس يا هناء، هناء بلاش. فمش كل القنوات بتحكم عليكي انك انتي وحشة. يعني في قنوات كويسة بتطلعك كويسة، بتكلمك بما يرضي الله، المفروض تعملي ايه والمفروض ما تعمليش ايه. فما فيش داعي ان انت تطلعي تدمجي الناس كلها وتقولي انتوا مش انتوا، وانتوا فيكوا وانتوا عليكوا، وانتوا بتاكلوا من سيرتي ومحتوايا اللي ما عندكوش محتوى، وانا هعمل قناة نقد. الله اعلم هتعمل ولا لا. اعملي اللي تعمليه هناء، ولكن
يعني خدي الحذر من انك انت ما تضايقيش حد، ما تظلميش حد. قنوات النقد اللي بتخش تظلم وتقول كلام مش حلو، وفيهم قنوات بيحاولوا يلفتوا نظر الناس لسب الاعراض والكلام ده كله. انا معاكي في كل ده انه حرام وما ينفعش، انا معاكي، ولكن في ناس محترمه عايزه تفتحي قناه افتحيها، من حقك، من حقك، محدش يقدر يقولك اي حاجه. وطبعا الفيديو عايزه اقول لكم، هي كانت حاطه قدامها طبق بسم الله ما شاء الله، الله اكبر يا رب، بالف هنا على قلبها، طبق مكرونه وكفته، فقعدت تتغدى بألف هنا وشفا على قلبها. عايزه اقول لكم الفيديو 42 43 دقيقه، قعدت يعني تتكلم، اول وكلت وشربت سائع وشربت مش عارف ايه، كل ده علشان تطلعي وتقولي انا هعمل قناه نقد. الله اعلم، حتى لو مش هتعمليها ولا هتعمليها، بتقولك انا من حقي، من حق اتكلم عن اهلي، عن يوتيوبرز، انا يوتيوب، انا في اليوتيوب، واقول يا ستي قولي، يا ستي قولي واعملي قناه واللي انت عايزاه، ولكن مفيش داعي انك انت تطولي على الناس بالطريقه دي. وللاسف الناس بتحب اثاره الجدل وبتحب المشاكل، فبيقعدوا وبيتفرجوا. طبعا في اثناء الفيديو كانت متعمده انها تتكلم في حوار ام ضني تاني. هي طبعا بتقولك ان صدفه، بتهزر، صدفه مش قصدها، صدفه بتقول ايه، خلت اختها تقرا التعليق وراحت قالت ايه، ده هي تاخدك انت وام ضني. فيا جماعه ده احنا المفروض نضحك، هي مش قصدها. ممكن تكون هناء مش بتطبل، يعني ممكن تكون هناء من طبع الناس اللي هو يقولك ايه، اعمل نفسك مش واخد بالك من الغلط عشان ما تزعلش، يا ستي عادي، يا ستي مش مشكله، والله اعلم بنيتها. ولكن الناس مش قابله ده، وام ضني مش قابله ده. وفي نفس الوقت برضو يعني هي برضو قالت كلام، هناء قالت ده انت المفروض تروحي تقعدي تحت يعني انا سمعت ان في قنوات نقد بتقول ان هي قالت ده انت المفروض تروحي تقعدي تحت رجلين مرات ابنك. مين دي اللي بتروح تقعد تحت رجلين مرات ابنها؟ مفيش حد بيعمل ده يا هناء. الحما حما، حتى لو ايه بالذي ممكن تكون بتتعامل في حموات محترمات بيطلعوا يتكلموا، بيطلعوا يقعدوا مع مراتات ابنهم، ولكن الحموات عمرها ما هتروح تخدم مرات ابنها واهلها يكونوا موجودين. استحالة، من رابع المستحيلات ان هي تروح وتخدم. برضو بتطلبي حاجات يا هناء عمر ما حد يتخيلها. ف مفيش داعي انك انت علشان تعملي فيديو تطلعي وتشتمي في القنوات القذرة اللي مش عارف ايه. يا ستي انت لو سيرتك بتجيب فلوس للناس وفيها يعني فيها رزق، يا ستي قولي يا رب اجعلني على طول من اصحاب الرزق للناس، وان انا افرجها وسبب فرج على الناس، مش تطلعي تقولي لحم اكتفي من خيركم. لا، ما ينفعش خالص يا هناء. ربنا يا رب يصلح لك حالك ويهديكي، امين يا رب العالمين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك حلو واشتراك، ويلا سلام عليكم.